أوقفت الشرطة الفرنسية رجلين على خلفية التحقيق في سرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر في باريس، والتي وقعت في 19 من أكتوبر. وبحسب صحيفتي لو باريزيان وباري ماتش، تم توقيف أحد المشتبه بهما في مطار شارل دي غول أثناء محاولته مغادرة البلاد متجها إلى الجزائر، فيما ألقي القبض على الآخر لاحقا في العاصمة الفرنسية، وتم وضعهما قيد الاحتجاز بتهم تتعلق بالسرقة ضمن عصابة منظمة وتشكيل جماعة إجرامية. من فرنسا ينضم إلينا مدير مكتب العربية في باريس حسين قنيبر. حياك الله حسين، ما آخر المعلومات المتوفرة حسين حول عملية توقيف المشتبه بهما في قضية سرقة اللوفر؟ نعم، أهلا بك خالد. المعلومات أوردتها في البداية صحيفة لو باريزيان ومجلة باري ماتش، ثم أكدت بعضها لاحقا النائبة العامة لور بيكيو. تشير هذه المعلومات إلى أن الشخصين اللذين أوقفا 10 من ليل أمس في ضاحية سان دوني قرب باريس كان من المعروفين لدى الشرطة بنشاط كبير في مجال سرقة المجوهرات، وقد أوقف أحدهما في ضاحية سان دوني نفسها، أما الآخر فقد أوقف في حرم مطار شارل دي غول قرب باريس بينما كان يحاول السفر إلى الجزائر. الخبراء الأمنيون حتى الآن يحذرون من اعتبار أن الأمور قد حسمت، ويدعون إلى الحذر الشديد قبل تأكيد أن هذين الشخصين يحملان الجنسية الجزائرية، لأن محاولة السفر إلى الجزائر لا تعني بالضرورة أنهما يحملان الجنسية الجزائرية كما يقول هؤلاء الخبراء الأمنيون. ثم أن مصادر في الشرطة قالت أن أحدهما أوقف في حرم مطار شارل دي غول بينما كان يحاول مغادرة فرنسا على الأرجح إلى الجزائر، ولم يقل المصدر الأمني أنه بالتأكيد كان يحاول السفر إلى الجزائر. في كل الأحوال التحقيقات الأولية خالد أشارت إلى أن الموقوفين أو أحدهما على الأقل قد يكونان أو قد يكون أحدهما من الذين أعطوا الأوامر خلال عملية سرقة اللوفر يوم الأحد الماضي، وقد تم التعرف إليهما من خلال الDNA الذي عثر عليه في اللوفر، وكان هذا العامل قاسما في توقيفهما. التحقيق يتركز الآن حول ما إذا كانت السرقة من فعل منظمة إجرامية كلاسيكية أو من فعل شبكة متخصصة في سرقة الآثار والأعمال الفنية. يشارك في هذا التحقيق حوالي 100 محقق تدعمهم أجهزة أمنية وقضائية. وأخيرا وزير الداخلية لوران نونيز قال أن المحققين عليهم الآن استعادة المجوهرات. وزير الداخلية والحكومة أيضا خالد تعرضا مؤخرا لضغط كبير بعد أن تبين أنه لم تكن هناك كاميرات مراقبة كافية، وأن بعض النوافذ في اللوفر ومن بينها النافذة التي تؤدي إلى جاليري أبولون حيث وقعت السرقة لم تكن محصنة أمنيا بما فيه الكفاية. من هنا فأن توقيف هذين الشخصين سيجعل وزير الداخلية يتنفس الصعداء مبدئيا على الأقل. شكرا لك.